السلام عليكم، اهلا بيكم على قناة وصفات نود. اليوم هنحضر صينية بتنجان كده بالبشاميل. حاجة كده روعة، بجد جميلة وطعمها لذيذ جدا. شايفين جمالها؟ حلوة قوي وهتنفع برضو في العزومات، بجد رهيبة. يلا نشوف الفيديو. بس لو اول مرة تشوفوني، انا هند سليم ودي قناتي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. عندي هنا واحدة بتنجان كبيرة. هبتدي اشيل القطعة اللي فوق الراس بالشكل ده. هنا هقسمها نصين. لو البتنجانة متوسطة شوية قطعيها على طول شرايح. هنا عشان كبيرة شوية فابتديت ان انا اقطعها نصين، وشلت بس قطعتين كده من الجوانب عشان يديها منظر حلو. هنا بقى هقطعها الشرايح اللي انا عايزاها. الشرايح دي تبقى سميكة شوية، مش عايزاها رفيعة. كلها بقى نعملها بالسمك ده. وبعد كده عندي صينية هبتدي بقى ارصها فيها، واعمل فتح كده خطوط بالطريقة دي. مجرد بس افتح البتنجانة، ما تنزليش تحت قوي، يعني من فوق بس، عشان التتبيلة اللي اعملها تتشرب، البتنجان يتشربها. عندي هنا في نص، يعني نص كوباية من زيت الزيتون، وشوية ملح كده، معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة بابريكا. هقلبها بقى كويس جدا. وبعد كده اتبل بقى البتنجان عندي. بجد الخطوة دي حلوة جدا وبتخلي طعم البتنجان تحفة. لما بيتشرب كده من زيت الزيتون ومن البابريكا، بيستوي عندي بسرعة وبيبقى طعمه تحفة. هنا بقى اخلص كل الكمية، واكون بقى مسخنة الفرن عندي وادخلها في الفرن لمدة كده تلت ساعة. عقبال بقى ما احضر بقية المكونات. هتكون بقى خدت اتشوى في الفرن، يعني يعتبر نص تسوية. هحضر بقى تعصيقة اللحمة. عندي نص كيلو لحمة مفرومة. انا حطيته طبعا على معلقتين من السمنة. هقلبها بقى كويس جدا. اول ما تاخد عندي لون هبتدي اضيف البصل والفلفل الاخضر او فلفل الوان زي ما تحبوا، واضيف بقى البهارات بتاعتي، كزبرة ناشفة وفلفل اسود وملح بالشكل ده. فرمت طماطمايه وزودتها على الخليط كده تمام. ابتدي بقى احضر البشاميل. عندي معلقة كبيرة من الزبدة. اول بقى ما الزبدة تفك معايا كده، عندي مكعب مرقة هضيفه عليها. المرقة برضو تفك معايا، وبعد كده هضيف معلقة دقيق كبيرة. هقلبها بقى كويس جدا لحد ما تشمي ريحة الدقيق بتتحمص كده مع الزبدة. بيبقى ليها ريحة كده حلوة جدا. هضيف بقى الملح والفلفل الاسود او فلفل ابيض زي ما تحبوا، واضيف بقى الحليب. عندي كوبايتين من الحليب.
هضيفهم واحدة واحدة لحد ما القوام عندي يعني يبقى كريمي كده وحلو. هنا حسيت ان القوام تقيل شوية فابتديت افكه بالشكل ده. ده القوام المطلوب. هنا بقى البتنجان عندي خد نص تسوية كده وبقى لونه جميل. هبتدي بقى اضيف عليه تعصيقة اللحمة. مش عايزة اقول لكم بجد الصينية دي بجد احلى من البشاميل بكتير، يعني احلى من صينية مكرونة بالبشاميل بجد. دي رهيبة ومكوناتها حلوة جدا وطعمها كده مختلف. حقيقي لازم تجربوها، هتعجبكم قوي، من الوصفات الجميلة بجد. هخلص بقى الكمية اللي عندي كلها كده. تمام كده. هبتدي بقى اضيف البشاميل على كل واحدة شريحة بتنجان. الكمية اللي انا عملتها كانت مظبوطة جدا على قد البتنجان، فانتي على حسب البتنجان، عايزة تزودي عايزة تنقصي زودي بقى الكمية، ضعف الكمية. كده حطينا البشاميل كله. حطيت شوية بقى جبنة موتزاريلا كده على الوش، تديها مطة وشكل حلو قوي. طبعا بقى ادخلها الفرن كده من فوق وتحت تكمل التسوية بتاعتها. هي كلها مستوية بس مش محتاجة غير 10 دقايق كده في الفرن. شايفين جمالها؟ حقيقي رهيبة. بجد جميلة جدا، وان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم قوي. تسويتها مظبوطة وحقيقي طعمها تحفة. حقيقي خطيرة. انا عملت جنبها شوية رز بشعرية، عايزين تاكلوها برضو بالعيش هتبقى حلوة جدا. شوية رز كده جنبها. بجد جميلة جدا والطعم حقيقي لذيذ يعني. بتمنى ان شاء الله تجربوها على طريقتي، واشوفكم على خير باذن الله في الوصفه الجايه. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.